عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هعمل معاكم بسكوت ال5 دقايق. فعلا هو بياخدش الا 5 دقايق. بيضة واحدة، مقاديره سهلة جدا وبسيطة. بس هو المفروض لو خلاط ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجة المفروض اعمله على ايديا كده على طول. بس بصراحة انا في خطوة مكسلة اعملها، مكسلة ان انا اطحن السكر. فانا قلت ايه، خلاص مش مشكلة، بدل ما اقعد اجيب المطحنة واطحن السكر هعمله كله في الخلاط. هي مش هتفرق، اما لو انت عندك سكر مطحون في ثواني فعلا في 5 دقايق اكون مخلصاه. انا معايا كوبايه الا ربع زيت، نص كوبايه سكر، لان هو على ما يطحن هيبقى في مقدار اللهم صل على النبي، في مقدار كوبايه الا ربع. معايا هنا مع معيار نشا، ده اختياري عشان مانيش حاطه سمنه. معايا كوبايتين دقيق، تمام. ومعايا الكاكاو هاخد منه معلقه، معايا ذره ملح، معايا فانيليا، معايا معلقه صغيره بيكنج باودر. صلوا ونسلم على رسول الله يا حبايبي. وهننزل كده بالزيت، كل من الزيت والسكر، تمام. هنزل بقى بذرة الملح اهيت، وهنزل كمان بالبيضة. البيضة يا حبايبي في الخلاط اهيت، تمام كده. هنزل بقى بالفانيليا. يبقى ما عادش معايا الا ايه، النشا والدقيق. كل الخليط سهل جدا، بس هي الفكرة النهاردة ان انا هعمله في 5 دقايق. انا هضربه بقى في الخلاط كده لمدة 5 دقايق. لازم اضربه كويس عشان احس ان السكر داب خالص. هنزل بقى بالمعيار كده الدقيق واحدة واحدة، عشان ان انا ايه محتاجش. تمام. وابتدي ان انا الم كده اهوت. انا مش بعجن، انا هلم لما اوصل لمرحلة ايدي ان انا الم بايديا، مش مشكلة، عشان بس ايه احس بالملمس. لم الجوانب كده على جوه. هنزل برضو بشوية كمان. دايما كده خلي معاكي للاخر. انا هنزل بايديا، هلم بصوابعي كده. طبعا احنا عارفين ان احنا بنعجنش البسكوت، عشان ايه؟ لو انت عجنتيه هيعضم منك، لكن انت بتلمي بس. عجينة البسكوت يا حبايبي هتكون ملزقة شوية، مش مشكلة. طيب بصوا بقى انا هعمل ايه. انا هلم كله اهوت. انا هسيبها كده. طبعا هي ايه، انا هجربها بايدي التانية، بس انا عارفة انها لسه عاوزة، عشان انا هعمل العجينة 2 كاكاو ولون يعني كاكاو وفانيليا. انا فايض معايا هنا يجي معلقة كبيرة دقيق. هقسم العجينة 2 بالنظر كده اهيت. يعني عارفة انا محتاجة لسه معلقة دقيق، وهنقل هنا ايه نصها، تمام كده. وهنزل بقى ايه بمعلقتين كاكاو. مش هنزل بالكمية دي كلها، يعني حوالي كده معلقتين. يبقى انا كده عدلت العجينة. يعني عدلت العجينة هنا بحبة الكاكاو كده. بقى حابب قلب نبتدي نشكلها كده اي حاجة، نعملها كور صغيرة. كور يعني كور بالفانيليا مع كور ايه، مع كور بالكاكاو. بحيث نصغرها شوية عشان تبقى ايه شكلها كده صغننة، شكلها احلى. انا كورت معاكم شويه اهو. ابتدي بقى انا اشكلها تشكيله عاديه خالص. يعني مثلا هنجيب كوره مثلا بني في النص، وناخد حواليها كده اهوت زي الورده. حابه تغيري يعني حابه تعملي العكس مفيش مشكله، تبقى كده تمام. هعمل معاكم واحده بالعكس برضو. هخلي واحده من ديت واخلي حواليها دول كده. يبقى احنا عملناها بدون قطعات ولا اي حاجه، وبرضو في الشكل جميله جدا. بصوا حضراتكم، بسم الله ما شاء الله. هعمل كمان واحده اهيت.
ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم يا حبايبي؟ نعمل كمان واحده. بسم الله ما شاء الله، سهله جدا. بس انا يعني هقعد بقى اكور كده ايه كله على جنب كده اما اخلص هعمل دي بني على ما اخلص بس بقيه الكميه واوريها لكم في الاخر. هرصها معاكم وتشوفوها. هرصهم بقى في الصينيه واخلص بقيه الكميه واوريها لكم في الاخر عملت معايا قد ايه. كده حبايب قلبي اكون خلصت معاكم تقطيع اهوت. هنزل بقى احطهم في الفرن. بسم الله ما شاء الله، كوبايتين دقيق فرطوا معايا برده كميه حلوه ما شاء الله. تابعوني بقى لاخر الفيديو، هنزل اسويه واطلع اوريها لكم. كده خلصت معاكم يا حبايب قلبي بسكوت النهارده، بسكوت الخمس دقايق ببيضه واحده بس. عملته في 5 دقايق فعلا، ما خدش منه وقت. جميل جدا. التشكيل براحتك انت، بدون قطاعه بدون اي حاجه. يا رب فيديو النهارده يعجبكم على خير. اتمنى منكم لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.